السلام عليكم، يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد وحلقه جديده على القناه بشكل سريع. عمر السومة عم يستمر بالتألق بالإبداع بالملاعب العربية بعد انتقاله بشكل رسمي لنادي العروبة، وعم يستطيع تسجيل الهدف الثاني أمام نادي ضمك، وعم ينتهي اللقاء بنتيجة هدفين مقابل هدف. وجميعا بنعرف وضع الصعب لنادي العروبة بترتيب دوري المحترفين السعودي، والفريق مهدد بالهبوط، لكن إن شاء الله النتائج الإيجابية اللي عم تكون للفريق عم يبتعد أكثر عن مناطق الهبوط، عم يقترب أكثر لمناطق الدافئة على سلم جدول ترتيب الدوري السعودي. ما هذا حديثنا، لأنه هذا الكلام معروف، أنه عمر السومة لاعب هداف وتاريخي وقناص. ما جايين نحن نضيف أي شيء جديد عن أرقام عمر السومة. عمر السومة عم يوصل للهدف 148 بمسيرته الاحترافية، وتسجيله للأهداف ضمن الدوري السعودي المحترفين عم يبتعد عن عبد الرزاق حمد الله بفارق 6 أهداف. حمد الله 142 هدف بالدوري السعودي للمحترفين. هذا الأهم من ذلك بكل الكلام بالفيديو، اللقاء اللي عم يكون المنتظر للجمهور السوري العربي عشاق عمر السومة، تواجده ضمن مباراة العروبة أمام نادي النصر يوم الجمعة القادم، يعني بعد بكرة، ضمن منافسات دوري السعودي للمحترفين. أكيد في لقاء خاص كتير كبير بين النجمين. أكيد عمر السومة بنعرف إنه قدوته بالملاعب هو كريستيانو رونالدو. كان في عنا من 3 أعوام تقريبا هدية للتيشيرت الخاص للدون وقت كان موجود ضمن صفوف نادي يوفنتوس، والإهداء للقناص عمر السومة. وأكيد وقت لاعب بحجم الدون بيعرف إنه عمر السومة هو الهداف التاريخي للدوري اللي عم يشارك فيه. فبتمنى يكون لقاء عالي المستوى بين الفريقين. أكيد نحن ما عم نقول فريق العروبة رح يكون منافس شرس لنادي النصر، لكن نحن ننظر للمعطيات الثانية على أرضية الملعب، إنه نادي عم يحاول يهرب من شبح الهبوط، عم يقترب أكثر مثل ما حكينا لمراكز الدافئة. بنفس الوقت لقاء مميز، إنه أنت كنجم سوري عربي بهذا الحجم بهذا المستوى بهاي الأرقام عم يكون متواجد ضد قدوته بالملاعب هو كريستيانو رونالدو. نتمنى يكون لقاء قوي، ويستطيع أكيد عمر السومة يسجل الأهداف وينتصر بهذا اللقاء مع فريقه نادي العروبة. يعني لقاء مميز حيكون، إن شاء الله يكون في عنا مشاركة أساسية ورسمية للاعبين بأرضية الملعب. أكيد نادي العروبة عم يكون بالمركز 13 ب 23 نقطة، النصر بالمركز الثالث ب 47 نقطة. نتمنى كل التوفيق أكيد لجميع اللاعبين السوريين المحترفين، وإن شاء الله قادم أفضل للكرة السورية. بتمنى منكم الاشتراك، تفعيل خيار الجرس واللايك حتى يوصلكم كل جديد نحن بنرفعه على القناة. شكرا لكم.